المشروع فشل، ممكن تبقى المبيعات ما جبتش مبيعات، الفكرة كمان ممكن تكون خسرت، لكن كمان إنك أنت تحس إنك أنت اللي فشلت، وده الفرق اللي أنت محتاج تفهمه. في ناس أذكيا جدًا ومجتهدين جدًا وعندهم رؤية كبيرة خالص بيقعوا في نفس الفخ ده، إن هُم بيساووا ما بين فشل المشروع وفشل الشخص. المشروع اتجرب وما نجحش، دي بيانات، دي معلومات، لكن ده مش حكم على قيمتك أنت. في واحد اسمه أديسون هو اللي اخترع اللمبة، فشل 10,000 مرة، قال لقيت 10,000 طريقة مش شغالة معايا. الفرق في الجملة دي هو الفرق بين اللي بيقف واللي بيكمل. لما المشروع بيفشل، في 3 أسئلة ينفع تسألهم لنفسك. الأول، إيه اللي اتعلمته؟ إيه اللي ما كنتش أعرفه وعرفته؟ السؤال التاني، إيه اللي أنا هعمله مختلف المرة الجاية؟ السؤال التالت، هل أنا لسه بصدق في الفكرة؟ لو الإجابة ده مش وقت إنك أنت توقف، ده وقت إنك أنت تعدل في الخطة. الفشل مش نهاية المشروع، الفشل فصل في قصة نجاح. اكتب لي كده في الكومنتس إيه أكتر حاجة اتعلمتها في قصة ممكن تكون فشلت فيها.